شلون أحجز في مضيف الإمام الرضا وجبة طعام في مضيف الإمام الرضا عليه السلام. طبعا ما أوصف لكم الطعم، يعني فد شي روعة، راقي الطبخ والطعم، يعني الرائحة الزكية. أخوان الأعزاء، تجي لهذا المكان، أعتقد صحن غدير يسمونه. أكو تطبيق أو ابلكيشن اسمه نسيم الرضوان. طبعا لازم عندك سيم كارت شريحة إيرانية، تجيب الموبايل مالتك تعطيه لهم. اكو يدخلون على جوجل، هم يسوون هاي الاجراءات. اكو هنا للرجال، واكو هنا هذا خاص بالنساء. تعطي الموبايل وهو اللي يسوي الاجراءات كلها، يدخل عن طريق كود او الى اخره ويسوي الاجراءات كلها. هاي جهة الرجال اللي قلت لكم عليها. بعدها راح اسمك يطلع بعد تقريبا 10 ساعات، اما منتخب او غير منتخب، يعني انت انقبلت او ما انقبلت. اذا انقبلت ورا 10 ساعات وتأكدت، تجي هنا يعني يدقون اسمك بالموبايل نفسهم، يطلبون منك جوازات. كل شخص من حقه انه يحجز في الموبايل الواحد 3 حصص، 3 جوازات، 3 وجبات طعام. يجي يجيب الجوازات، يدخل لغرف حاسبات يشيكوهن، يعطوه البطاقات اللي يريدهن، مثلا 2 أو 3 يعطوه هي. هاي البطاقة اللي قلت لكم عليها. طبعا من يطلع اسمه بالبطاقة مو بنفس اليوم، اعتقد ثاني يوم يختار يريد غدا او عشاء، غذاء او شام يسمونه عشاء، تختاره وتجي تجيب البطاقة هنا وتدخل. طبعا انت الآن في ضيافة الإمام الرضا عليه السلام، في مضيف الإمام الرضا. الكل يتشرف بهذه الوجبة من الطعام لشفاء المرضى وللبركة. طبعا ما شاء الله المكان جدا جميل. تجي هنا تجيب البطاقة مالتك، وعلى الحاسبة هنا يتأكد منها، ياخذها منك الموظف. هاي هنا ختمها، وتدخل على مضيف الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الضامن أنيس النفوس شمس الشموس. هنا أغلبيتهم يتلقونك بالتحايا، خوشة مديد، يعني أهلا وسهلا. هاي مكتوبة أيضا. هنا المضيف مو مثل يعني العتبات اللي موجودة النساء وحد والرجال وحد، لا عادي جدا طبيعي. مثلا إذا أهلك عائلتك وياك، عادي جدا طبيعي تقعدون سوا. شوف هسه هاي العوائل قاعدة سوا جدا طبيعي. هنا هاي الستيجات بعد، هي هم يعني ستيج بعد ستيج. هم اللي يوجهونك بالمكان اللي بعده ما ممتلئ. مكان قاعد يقعدون الناس، الضيوف بي. هنا تقعد انت الرجال بصفحة والنساء بصفحة، يعني بس عادي نفس واحد مقابل الثاني. تلقي بطل مال ماء كبير وكاسات موجودة. هنا نزل عندنا الخبز اللي بالسمسم، واعتقد خبز بلحم او هيك شي. طبعا انت الخبز ما راح تحتاجه، لان الوجبة تمن هاي اللي اجت هسه يعني جدا ما تحتاج الخبز وياها. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني التمن روعة والله ما ينشبع منه. سبحان الله. بالدهن الحر اعتقد هيك طابخينه، والرائحة الزكية، واللحم لحم غنم هنا. ويعطونك هاي كاسة الروبة.
هنا من تكمل بعافية وهنيئا مريان. تيجي لهنا إذا كان أكل زايد ليش تذبه أو يروح يعني يصير زايد، تاخذه للبركة، تاخذ كاسة من هنا وكيس علاقة وتخليه وهنيئا مريان وعافيات.